يعني فوق يأس اللبناني، الجوع، البرد، جرة الغاز اللي صارت 600,000، ربطة الخبز صارت 26,000. ما عادش إله نفس اللبناني ياكل، جوعتوه. السقعة والبرد، مش عارف على شو بده يتدفى. تانكة المازوت صارت مليون، وتانكة البنزين مليون، عم تحرموه يطلع بسيارته. فوق الزبالة بالطرقات، فوق الرئيس الجمهورية اللي مش عارفين تجيبوه إلكن شهور، فوق جبتولنا الغريب وحطيتوه عنا، صار عددهم أكتر من اللبناني. وما تقولوا عنصرية، ما رح حب الغريب على حالي. عبياخدولنا أشغالنا وبياخدولنا بيوتنا، بياخدولنا كهربتنا، بياخدولنا ميتنا. وفوق فوق فوق كل هالاشياء عبيتحملها اللبناني. بتجوا متهمين ومجرمين بتفجير المرفأ، بتطلعون من الحبوسة، وأهالي الضحايا اللي عبيطالبوا يعرفوا مين اللي قتلن ولادن بتضربون. أي قضاء هي عم تحكوا عنه؟ وين القضاء أصلا؟ قاضي طويل عريض بيجي تهديد من سفيرة أمريكية، بيطلع الموقوف وبيختفي، بيصير بأمريكا. شو هالدولة اللي عم تحكولي عنها؟ وإذا شخص سرق بلوزة عن منشر الغسيل، بتاخدوه، بتضربوه، بتعذبوه، بتحبسوه، بتذلوه. عن أي قضاء عم تحكوا؟ هاو متهمين بجريمة طويلة عريضة. جريمة المرفأ منا جريمة هينة. 200 قتيل، 1000 جريح، ياما بيوت اتدمرت، ياما عالم صارت معاقة. جريمة العصر، كارثة. بتطلعوا الموقوفين والمتهمين وأهالي الضحايا والأهالي تبعول اللي ماتوا بتضربوهم. بس عن جد إنه لبنان الله يرحمه، ترحموا عليا لبنانية. على الدنيا السلامة، ما رح أحكي أكتر من هيك. وتفوا عليكن وعهيك بلد.